بسم الله أول حاجة كده معايا لفة جلاش حتى بقى لو كانت متكسرة معاكِ أو حاجة، إحنا كده هنقطعها بالسكينة زي ما هي كده، وبعد كده ناخدها على طول على طاسة معلقة سمنة كبيرة كده محترمة أو زبدة، وننزل بقى بيها بالشكل ده ونقلبها من غير فرن ولا أي حاجة، مش هتاخد معاكِ وقت، تقلبتين 3 كده والنار تكون متوسطة، هتلاقيها احمرت معاكِ وبقت زي الفل ومش هتاخد معاكِ وقت، مش هتقفي عليها 5 دقايق حتى. بُصّوا على طول احمرت بسرعة وبقت بالشكل القمر ده، طفيت عليها وعلى طول ضفت لها كده معلقتين ل3 أي شربات موجود عندِك، أو حتى عسل نحل، ما عندكيش لا ده ولا ده حطي معلقتين كبار سكر بودرة، إحنا عايزين بس إيه ندّي له تحلية بسيطة كده. وبدأت جبت الكوبايات بتاعتي بقى أو البولات أو حابة تعمليها في صينية واحدة براحتك خالص زي ما أنتِ حابة، وبدأت أنزل بنُص البولات بتاعتي أو الكوبايات بتاعتي بالشكل ده. جبت بقى كوبايتين من الحليب ضفت عليهم معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، وبعد كده ضفت عليهم 3 معالق من السكر أو 4 على حسب بقى رغبتِك والتحلية بتاعتِك زي ما أنتِ حابة. باقلّبهم على البارد وبعد كده بارفعهم على النار، وإيدي ما تسيبش التقليب لحد ما القوام يتقل معايا، لإن ده مهلبية كاسترد أو هتبقى معانا يعني زي ما أنتم شايفين كريمية بالشكل ده، على طول وهي سخنة كده ننزل بيها على الجلاش بتاعنا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. المنظر عامل إزاي، كده إحنا سِبنا يعني حوالي خدنا 3/4 الكوباية وسِبنا الربع الفاضي، الربع الفاضي بقى اللي عندنا ده هنجيب أي نوع فاكهة موجودة عندنا، يعني مش شرط مثلًا اللي أنا حاطاه، ممكن تحطي نوع واحد أو نوعين أو 3 أو 4 المتوفر عندِك حطيه، يعني حتى لو موز بس، كيوي بس، فراولة بس، أي حاجة موجودة عندِك حطيها. قطعت بقى الفاكهة اللي موجودة عندي بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، قطع تكون صغيرة كده عشان تبقى على قد حجم الكوبايات بتاعتي أو البولات، ما تبقاش كبيرة كده ومش حلوة، وتبقى على قد كمان المعلقة لمّا نيجي ناخد يبقى بالمعلقة كده ناخد من كل حاجة موجودة معانا. جِبت بقى الفاكهة بتاعتي نزلت بيها بالشكل ده وقلّبتها عشان تبقى كلّها فيها من كل نوع، وابتدي أحطها على التحلية بتاعتي اللي هي اتماسكت نوعًا ما، يعني ما حطيتهاش في التلاجة ولا أي حاجة، هي اتماسكت كده وهي موجودة على الرخامة، بدأت أنزل بيها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وآخر طبقة معايا هاجيب كوباية من عصير البرتقان وهاضيف عليه معلقتين ل3 سكر براحتك خالص، التحلية زي ما أنتِ عاوزة، وبعد كده ضِفت عليهم معلقة كبيرة من النشا، تمام كده؟ قلّبتهم على البارد ورفعتهم على النار، تمام، تقدري تبدّلي عصير البرتقان ده بأي نوع عصير عندِك أنتِ حاباه، عصير مانجا، عصير فراولة، زي ما أنتِ حابة. ونبدأ بقى بعد ما يهدى شوية، هو مش سخن أوي، يعني يا دوب سِبته يبرد، وبدأت أنزل بيه على وش الفاكهة بتاعتي بالشكل ده. بُصّوا الشكل أكتر من رائع، بجد خطيرة، شكلها تحفة أصلًا، حلوة أوي لو جاي لِك ضيوف كده، مش هتاخد منِّك وقت خالص، وهتحطي الكوبايات في التلاجة، برضه مش هتاخد معاكِ وقت، أنا سِبتها حوالي ربع ساعة، بس كده عشان حاباها تبقى juicy كده وإيه، كل حاجة فيها تبقى طرية وحلوة. بس كده قدّمتها بالشكل ده، مش محتاجة أي تزيين طبعًا، زي ما أنتم شايفين شكلها خطير، وطعمها حلو أوي، عجبت عندي البيت كله، وإن شاء الله أنتم كمان تجربوها وتعجبكم، سهلة وسريعة وما خدتش معانا 10 دقايق ومش هتوقّفِك كتير في الحر ده. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لي لايك وشير وبألف هنا وشفا وبس كده.